فاكر زيدان؟ طب فاكر الظاهرة؟ فعليا انا وانت لو انت اقل من 25 سنة او 20 سنة فاحنا ما شفناهمش اصلا عشان نفتكرهم. احنا شفنا ميسي وكريستيانو وشفنا ابو تريكة وشيكابالا هنا في مصر مثلا وغيرهم كتير. اللعيبة دول العامل المشترك الوحيد ما بينهم هو انهم حريفة، مش لعيب جامد، لا لعيب حريف. فاهم؟ اللعيب الحريف ده بقى دلوقتي تقريبا عملة نادرة، لان المدرب بقى بيحتاج اللاعب اللي بينفذ اوامره بس وبشكل صارم، والتنفيذ التعليمات بالشكل الصارم ده بقى عامل زي بيبوظ متعة الكورة. فاهم؟ يعني ايه الحلو في اني بشوف بس مجموعة من اللعيبة عمالين ينفذوا مجموعة من التعليمات المحكمة هدفها في الوصول الى المرمى بشكل منظم ومحكم في غاية تفهمني؟ وده اللي هيجيبنا اللي احنا وصلنا لهنا ازاي. احنا حاليا في سنة 2024 وفي انجلترا النادي اللي محتكر كرة القدم هو نادي مانشستر سيتي، والنموذج المصغر بتاعه نادي ارسنال اللي بدأ يرجع ان هو ينافس تاني يعني. طيب هل ده كان مثلا الوضع من 15 سنة؟ تسجيل. احنا في سنة 2004 ترتيب الدوري الإنجليزي هو أرسنال 90 نقطة، تشيلسي 79 نقطة، مان يونايتد 75 نقطة، ليفربول 60 نقطة. بالمناسبة الموسم ده تاريخي بالنسبة لأرسنال، لأن الموسم الوحيد اللي أنهى فيه بطل الدوري الإنجليزي الدوري من غير ولا هزيمة. لو جينا ندوروا على نادي زي مانشستر سيتي في الوقت ده هنلاقوه في المركز ال 16، وده بسبب إن السيتي ما كانش لسه نادي باستثمار خليجي. وقتها كان مانشستر يونايتد وأرسنال فيهم اتنين من أشهر المدربين في التاريخ، أرسن فينجر، سير أليكس فيرجسون. لو سيبنا انجلترا في الوقت ده ورحنا لدولة زي اسبانيا هنلاقي ان هي معقل للكرة الجميلة. في الوقت ده الريال وبرشلونة كانوا اقل ما يقال عليهم ان هم مغناطيسات للاعبين اللاتين والبرازيليين. فريق زي الريال عمل تجربة فعلية لفريق نجوم العالم او ما يعرف بالجلاكتيكوس، فريق نجمع فيه اي لاعب عمل اسم او كان لاعب حريف، ولو كان برازيلي ما يضرش. امثله على النموذج ده كانوا رونالدو، روبينيو، روبرتو كارلوس، زيدان، فيجو، راموس، راؤول، ماكاليلي، لوس بولوس هرمانوس. فاميليا تشكيله تحتل بلد، مش تكسب ماتش يعني. خليني اقول لك ان تشكيله بالاسماء دي فشلت عكس المتوقع تماما. وفي الموسم اللي احنا فيه ده اللي هو مثلا موسم 2003 2004 الريال فنش رابع، بس فعليا احنا جينا هنا عشان نشوف كرة جميلة، يعني مثلا مهارات، تسديدات، مراوغات، تصديات. احنا جايين نشوف كرة جميلة، مش جايين نشوف تيكي تاكا مثلا. فهل الجلاكتيكوس نجح ان هو يقدم كرة جميلة او ما يعرف بالسكسي فوتبول؟ نجح، بس هل فعلا السكسي فوتبول هو الشيء اللي احنا بندور عليه؟ على الورق اي فريق بيبقى نجح لما بيحط خطة معينة وبينفذها. على سبيل المثال نادي زي ريال مدريد خطته الموسمية مش هتقل عن ان هو يكسب الدوري ودوري الابطال مثلا، وبالاسماء دي ممكن الدوري يتحسم من الدور الاول، بس زي ما شفنا الريال فنش رابع، يعني ركن من نص الدوري. فاحنا بنشوف ان السكسي فوتبول هنا فشلت فشل ذريع. نرجع بقى الايام دي. نموذج كرة القدم الروبوتية في الوقت ده هو مانشستر سيتي، اللي بتحس فيه ان كل لاعب مكتوب له كود وهو بس بينفذه. ومع مانشستر سيتي تحولت الكورة من الروتينية الى ميكس اجلي فوتبول وسكسي فوتبول في نفس الوقت. يعني وقت ما يحب يدلعك هيدلعك، وقت ما يحب يضن عليك عليك. خدنا نموذجين يكادوا يكونوا متضادين. النموذج الاول مبني على لعيبة جايين النادي كبار اسمائهم كبيرة، و كأني فنشوا في النادي تقريبا.
اما النموذج الثاني فنادي بيجيب لعيبه شباب وبينجمهم. في النموذج الاول اللاعب راكب على المدرب فشخصيته بتبقى اقوى منه وبينفذ قراراته احيانا على المدرب، وطبعا المركب اللي فيها رئيسين. اما في النموذج الثاني فحدث ولا حرج، جوارديولا هو رأس المشروع والقطعة الأهم ومش هينفع يتبدل، ومفيش حد في النادي كله حرفيا ممكن يمشي كلمته على جوارديولا. في النهاية حابب أقول لك إن السكسي فوتبول أو الأجلي فوتبول دي مسميات إحنا بنعملها وتصنيفات إحنا اللي بنصنفها، وفي النهاية النادي بيعمل اللي هو شايف إن هو بيحقق له مصالحه واللي هيفرح بيه جمهوره، لأن أكيد الجمهور هيفرح لما يلاقي النادي بيحقق بطولات. وبس، لو وصلت لنا ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتنزل تكتب لي كومنت إيه رايك في الفيديو عشان تساعدني في تطوير المحتوى يعني.